بيت الكريتلية أو متحف جاير أندرسون الملاصق لجامع أحمد بن طولون في حي الخليفة، دول عبارة عن بيتين من العصر العثماني. البيت الأقدم هو البيت الثاني اللي اتبنى في سنة 1540، بناه واحد اسمه عبد القادر الحداد، وآخر واحدة سكنت فيه ست اسمها أمنة بنت سالم. البيت الأحدث هو البيت اللي احنا فيه ده، اللي اتبنى في سنة 1631، بناه واحد اسمه محمد بن سالم الجزار، وآخر واحدة سكنت فيه ست اسمها الست زنوبة الكريتلية من جزيرة كريت. البيت ده كان هيتهد لغايه ما جه واحد اسمه جاير اندرسون، ده كان بيشتغل ضابط في الجيش البريطاني في سنه 1935، وطلب من الحكومه المصريه ان هو ياخد البيت ده ويرممه، وهو كان بيجمع تحف ويحط فيه التحف بتاعته، مقابل ان هو لما يمشي من مصر التحف دي تقول ملكيتها للحكومه المصريه على سبيل الهبه. وبالفعل الراجل ده مشي من مصر في سنه 1942، والبيت ده اتحول بقرار وزاري لمتحف في سنه 1943 تحت مسمى بيت الكريتلية أو متحف جاير أندرسون.